أهلا بك يا أصدقائي. بحب أرحب في بداية الفيديو دوت بأصدقائي طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي. كمان أحب أرحب كمان بأعزائي من الأمهات والآباء الموجودين معنا. حلقة الفيديو ده يا أصدقائي خاصة بالتدريبات والتمارين على الدرس الثالث والرابع اللي هو تكوين الأعداد وتحليلها وصيغ مختلفة لكتابة الأعداد. في الفيديو ده هناخد مجموعة من المسائل فيها طبعا كل الأفكار المختلفة وفيها كل التركات المختلفة اللي ممكن تكون موجودة وممكن تقابلها في الامتحانات وتكون مفيدة لكم. وعلشان ما نضيعش وقتكم تعالوا بسرعة ندخل على التمارين والتدريبات. أهلا بكم يا أصدقائي. ده الجزء الأول في الإكسرسايز. طبعا احنا خدنا الجزء الخاص بشرح الدرس الثالث والرابع. كنا بنتكلم طبعا على الصيغ المتنوعة وأشكال مختلفة لكتابة الأعداد، وبنتكلم على تكوين وتحليل الأعداد. طب خلينا بقى ناخد شوية مسائل حلوة كده، يعني نشوف فيها الأفكار المختلفة والتركات المختلفة اللي ممكن نتعرض لها في المسائل دي. طيب هنا في الجزء الأول بيقول لك إيه؟ بيقول لك اكتب الأعداد التالية في الصورة القياسية. أول حاجة ألف 32,095,007. طيب إحنا ممكن نكتب العدد ده بشكل تلقائي على طول كده، بس في احتمال كبير للخطأ، في احتمال كبير إن احنا هنغلط لما نيجي نكتبه. طب عشان ما نغلطش في طريقة لطيفة كده بنحاول إن احنا نعملها عشان ما ننساش وما نغلطش. إيه الطريقة دي؟ قال لك إيه؟ قال لك هو الراجل أكتر حاجة في إيه؟ عنده مليار ولا عنده مليون؟ في هنا مليار؟ لا مفيش مليار. أكتر حاجة إيه؟ مليون. قال لك خلاص اعمل 3 مربعات. أول مربع ده كده، تاني مربع كده، تالت مربع كده. كل مربع هتكتب فيه الحاجة الخاصة بيه. يعني أول مربع ده من الشمال هيبقى فيه الحاجات الخاصة بالمليون، وده الحاجات الخاصة بالألف، وده الحاجات الخاصة بالأحاد. ماشي. أنا عندنا كام مليون؟ 32 مليون. أروح كاتب 32 مليون وأحط هنا زيرو، لأن أي حاجة كل مربع المفروض يكون فيه 3 أرقام. طيب عندي كام ألف؟ 95,000. أدي 95 9 5. ماشي. وهنا زيرو عشان يبقى فيه 3 أرقام. 3 مربع 7. أدي 7. وهنا زيرو عشان يبقى فيها 3 أرقام. يبقى أي رقم مش موجود بحط مكانه زيرو. أهم حاجة كل مربع من دول يكون فيه إيه؟ يكون فيه 3 أرقام، لأن ده بيمثل الإيه؟ المجموعة العددية، أحاد عشرات مئات. فلو موجود أي حاجة بحطها، اللي مش موجودة بحطها صفر. طب تعالوا بقى ننقل الرقم ده. هيبقى 0.32 فاصلة 0.95 فاصلة 0.007. ماشي. يبقى ده الرقم ايه؟ اللي هو الصورة القياسية. طبعا لو انا كتبته على طول كده من غير ما اعمل موضوع المربعات ده، وارد ان انا انسى حاجة في الزيروهات ديت، وبالتالي الرقم هيطلع غلط. ماشي. ده اي زيرو هيتنسي طبعا، باستثناء الزيرو اللي على الشمال ده اللي هو ممكن يتمسح، ده مفيش مشكلة فيه. الزيرو اللي على الشمال ده اللي ده ممكن امسحه، ده ملوش ايه، ده اللي ملوش ايه، ملوش لازمة، ده ممكن يتمسح. انما غير كده كل زيرو من دول لو اتمسح تبقى مشكلة. ماشي يا شباب. طيب خلينا بقى نشوف الجزء الثاني. قال لك 5,045,000,017. أول ما ألاقي كلمة مليار يبقى أنا محتاج أعمل كام مربع؟ محتاج أعمل 4. 1 للأحاد، 1 للألوف، 1 للملايين، 1 إيه للمليارات. تعالى كده 5 مليارات، يبقى في هنا في 5. 0 برضه عشان ما ننساش. ماشي. 45 مليون، يبقى فيه 45 هنا في المليون. وما ننساش احط الزيرو التالتة، لان كده لازم كل مربع فيه 3. ماشي. 45 مليون. قال لك في حاجة قال لك 1000.
مذكورة كلمة 1000؟ لا مش مذكورة، فروح حاطط هنا 0 0 0 0. ليه؟ لأن لو ما حطيتش كده رقم هيطلع غلط، لازم احط هنا في الآلاف هنا طالما مش موجود احط صفار. و17 1 7 1 7، واحط برضو صفر لأن هنا لازم يكون في كل مربع فيه 3. يبقى الرقم ده هيتكتب ازاي يا شباب؟ هقول يبقى 5، طبعا الزيرو زيرو ممكن مكتبهمش لأن دول على الشمال، هيبقى 5.045 فاصلة 000.017 ماشي كده يا شباب؟ وضحت كده؟ بالطريقة دي أنا مش هغلط، لو أنا عملتها بعيني كده ممكن أغلط، ممكن حاجة من الأصفار دي أنساها. ماشي؟ يبقى دي الطريقة اللي ممكن تخليني إيه؟ تخليني أنا مغلطش. طيب هنا بقى جاب لك إيه؟ ما جابلكش بقى أول واحدة جابها لك بالكلام الصيغة اللفظية، تاني حاجة الصيغة اللفظية، جاب لك هنا بقى الصيغة الممتدة اللي إحنا بنحكي عليه. 600 مليون زائد 40، 600 مليون زائد 40,000 زائد 3000 زائد 700 زائد 3. تعال نعمل القصة دي برضو كده. هنا أكثر حاجة كام؟ مليون. 600 مليون اللي هي الرقم ده. ماشي، فنعمل هنا طالما في مليون يبقى نعمل 3 مربعات بس. ادي مربع للحاد، وده مربع للألوف، وده مربع ايه للملايين، صح؟ طيب قال لك هنا 600 مليون، في حاجة فيها مليون في غير دي؟ قال لك لا، يبقى هنا في 600 مليون، يبقى اكتب هنا 600 مليون. طب بالنسبة للآلاف، في 40,000 دي وفي 3000 دي، يبقى ايه 3040 يبقى 43,000. ادي 43، ومنساش احط صفر التالت لان هنا مفيش الا 2 بس. ماشي. طب بالنسبة للحاجات التانية اللي هي الميات، قال لك في 700 وفي 30، يبقى اكتب هنا 730. مظبوط كده يا شباب؟ يبقى لما احب الرقم اكتب الرقم ده في صورة قياسية، اكتبه ازاي؟ هقول 600.043.730. تمام كده يا شباب؟ وضحت كده؟ موضوع المربعات ده مهم قوي، انت ممكن تعمله من غير مربعات بس احتمال كبير انك تغلط، فعشان ما تغلطش بيستخدم موضوع المربعات. قلنا لو فيه مليون هيبقى فيه 3 مربعات، لو في قال لك حاجه بالمليار بنحط ايه المربع الرابع، يبقى بستخدم 3 مربعات او 4 مربعات على حسب اكثر حاجه مليون ولا اكثر حاجه مليار. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالوا يا اصدقائي كده نشوف الجزء الثاني من التدريبات. هنا في رقم 2 ورقم 3. رقم 2 بيقول ايه؟ اكتب العدد التالي في الصورة الممتدة. الصيغة الممتدة اللي احنا خدناها اللي هي عبارة عن ايه؟ ان احنا كل رقم من دول بنشوف ايه الخانة بتاعته يمثل قد ايه. هنا مثلا 603 مليون، فتبقى دي 600 مليون، والتلاتة دي تبقى 3 مليون، والتمانية دي في مئات الآلاف تبقى 800,000، والتلاتة دي في أحد الآلاف يبقى 3000، والتسعة دي في العشرات تبقى 90، وهكذا. ماشي. تعالى طب نكتبها بحيث نتدرب مع بعض عليها. ماشي، تعالى نكتبها. أول حاجة هنا تبقى إيه؟ 600 مليون. 600 مليون 6 صفار، زائد 3 مليون، صح كده؟ 3 مليون، زائد التمانية دي بقى تبقى عبارة عن ايه؟ تبقى 800,000 لأنها في مئات الآلاف، دي 800,000 تبقى ايه؟ 800,000، صح؟ زائد التلاتة دي عبارة عن ايه؟ خانة الأحاد ألوف يبقى عبارة عن 3000، يبقى زائد 3000. ماشي. في هنا حاجة في المئات؟ لا مفيش حاجة في المئات. هنا في التسعة دي في العشرات، زائد التسعة دي تبقى ايه؟ 9 تبقى 90، زائد 90.
تمام كده، زائد آخر حاجة اللي هي الواحد. ماشي، يبقى الرقم ده هو ده احنا كتبناه ايه بالصيغة الممتدة أو بالصورة الممتدة: 600 مليون زائد 3 مليون زائد 800 ألف زائد 3000 زائد 90 زائد واحد. وطبعا لأن هنا في صفار، هنا في صفر، ما كتبناش حاجة في عشرات الملايين لأن هنا في صفر، فجبنا 600 مليون و3 مليون على طول. ماشي، وهنا عشان هنا في زيرو ما كتبناش حاجة في المئات، في 90 وفي واحد، لكن مفيش حاجة ايه بالمئات. فده الشكل الطبيعي اللي ممكن ايه، اللي ممكن ياخده لما اجي احول رقم من الصيغة القياسية العادية ايه للصيغة الممتدة. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف كده اللي بعديه كده ايه. اكتب العدد التالي في الصورة التحليلية. هنا ايه كتب الصورة التحليلية. الصورة التحليلية ان هو بيكتب الرقم مضروب في مليون، رقم مضروب في 10 مليون، وهكذا زي ما خدنا قبل كده. هنا 3 مليار و560 مليون و230. طب تعالى نكتبها كده، نمسح دي بقى خلاص مش عايزينها. صغر دي شوية كده عشان تظهر. طيب 3 مليارات، 3 مليار عبارة عن ايه؟ 3 في ايه؟ في 1 مليار، صح؟ 3 في ايه؟ في 1 مليار. 1 مليار اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو واحد وجنبها كام صفر؟ حد يقول لي؟ حد يفكرني؟ 9 أصفار. يبقى 3 في ايه؟ 3 في 1 مليار، كده يبقى 3 مليار، مظبوط كده؟ تمام. زائد ايه؟ 560 مليون. أول حاجة نمسك اللي هي 500 مليون دي، صح؟ مش دي 500 مليون؟ تبقى 5، 500 تبقى 5 في 100 مليون، يبقى ال 500 ده عبارة عن ايه؟ 5 ايه في 100 مليون زائد 5 في 100 مليون، مظبوط كده؟ كده يبقى دي 500 مليون، صح؟ وايه و60، 60 مليون دول عبارة عن ايه؟ يبقى 6 في 10 مليون، صح؟ زائد 6 في 10 مليون، مظبوط كده يا شباب؟ يبقى كده خدنا ال 500 مليون، ادي ال 500 مليون، 5 في 100 مليون بقت 500 مليون، و6 في 10 مليون بقت 60 مليون، يبقى كده 560 مليون كتبناها كده، و230، صح؟ يبقى ال 200 نكتبها ازاي؟ 2 في 100، 2 في 100، و30 عبارة عن ايه؟ 3 في 10، صح؟ 3 في 3 في 10، مظبوط كده؟ يبقى 3، نقرا كده اللي احنا كتبناه: 3 في 1 مليار زائد 5 في 100 مليون اللي هم يمثلوا 500 زائد 6 في 10 مليون اللي هم يمثلوا ايه؟ 60، مجموع ده زائد ده يبقى ايه؟ 560 مليون. دي 500 مليون هنا، وهنا 60 مليون، يبقى 560 مليون زائد 2 في 100 200 زائد 3 في 10 30. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ خدنا كل جزء من دول وحولناه ايه؟ وحولناه للصورة التحليلية. ال3 مليار ديت عملناها 3 في 1 مليار. ال 560 مليون خدنا 500 مليون الأول عبارة عن 5 في 100 مليون اللي هي دي، 5 في 100 مليون دي، وبعد كده خدنا 60 مليون عبارة عن ايه؟ 6 في 10 مليون، وبعد كده ال 230 2 في 10 دول بقى 200، وال30 اللي هم ايه؟ 3 في 10. تمام كده يا شباب؟ واضح كده الفكرة؟ أتصور إن هي بسيطة بس محتاجة شوية تركيز، ومحتاجة إن أنت تمشي إيدك فيها، تعمل كذا واحدة كده بحيث أنت تبقى برضو إلى حد ما مدرب عليها. تمام كده؟ تمام. تعالوا يا أصدقائي نشوف المسألة دي، هي برضو فيها فكرة جديدة. اكتب الرقم التالي في الصورة القياسية. هو مدوني إيه؟ مدوني في الصورة الممتدة دي إيه؟ الصيغة الممتدة عبارة عن إيه؟ 4 مليار
زائد 600 مليون زائد 40 مليون زائد 3 مليون، يبقى عندي 600 مليون و40 مليون وإيه 3 مليون، زائد 500,000 زائد 20,000 زائد 80 زائد 5. بصوا يا أصدقائي، أبسط طريقة لحل مسألة زي دي إن إحنا نستخدم المربعات. نستخدم إيه المربعات اللي إحنا قلنا؟ هنعمل هنا في مليار، هنعمل كام مربع؟ هنعمل 4 مربعات. المربع الأولاني والمربع الثاني، المربع الثالث، المربع الرابع. ماشي كده؟ ده طبعا قلنا بتاع الآحاد، ده بتاع الألوف، ده بتاع الملايين، ده بتاع الايه مليارات. تمام كده؟ ده لما يقول لي هنا في 4 مليار، في حاجة في المليار غير 4؟ لا مفيش، هروح حاطط هنا 4 وأحط زيرو وزيرو برضو زي ما اتعلمنا. طب بالنسبة للمليون، في 600 مليون اللي هي دي، صح؟ وفي 40 مليون اللي هي دي، 640 كده، وفي 3 مليون اللي هي دي. يبقى أنا عندي 600 مليون وعندي 40 مليون وعندي 3 مليون، يبقى 643 مليون، صح؟ هروح كاتب هنا 643 مليون. تمام كده؟ تمام. اتبقى 500,000 اللي هي دي زائد 20,000 اللي هي دي. 500,000 و20,000 يبقى ايه؟ 520,000. ادي 520 في خانة الألوف، 520. يبقى 500,000 و20,000 يبقى 520,000. تمام كده يا شباب؟ لو كان في حاجة بالآلاف تاني كنا برضو جمعناها وحطيناها. يبقى 500,000 و20,000 يبقى 520,000. ادي 520,000، يبقى دي كده خلاص. بقى ايه؟ اتبقى 80 زائد 5. 80 زائد 5 اللي هم ايه؟ 85. ادي 85، ومنساش برضو احط زيرو. يبقى الرقم ده يبقى عبارة عن 4,3,4,3,5,2,0,0,8,5. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده عملنا ايه؟ حولنا الرقم دوت من الشكل الصيغة الممتدة إلى ايه؟ إلى الصيغة القياسية أو الشكل القياسي اللي هو كان عايزه. باستخدام ايه؟ باستخدام المربعات اللي احنا قلناها. طبعا المربعات دي يا جماعة بتسهل علينا الدنيا قوي، بحيث انت يعني ما بتسمحش ان انت تتوه. كل حاجة ايه؟ كل حاجة بتحط في مكانها. المربع بتاع المليارات بتحط في حاجات المليارات، المربع بتاع الملايين بحط في حاجات الملايين، وهكذا، بحيث ما يبقاش ايه، ما يبقاش انا تايه. وبعد كده بحط رقم، لو الرقم ده اقل من 3 بحط زيرو. زي كده ما قلنا، زي ما قلنا كده 5 و8، 5 زائد 80 كام؟ 85. حطينا 85 وحطينا زيرو، بحيث لما اقول اطلع الرقم بعد كده هكتب الرقم يبقى الرقم صح ومفيش فيه اي مشاكل. زي ما قلت يا شباب، موضوع المربعات ده بيسهل عليا كتير، ان انا بقدر اجمع الحاجات اللي زي بعض. يعني زي ما انا جاي جمعت ايه؟ الحاجات الخاصه بالملايين، قلت 600 مليون و40 مليون و3 مليون. 640 و3 يبقى 643 لما المجموعه دي، عشان خدنا المجموعه دي مع بعض كده، فاكرين؟ خدنا المجموعه دي ودي ودي مع بعض. 600 زائد 40 زائد 3، 640 و3 643. والمجموعة التانية بتاعت الألفات 500,000 و20,000. أدي 500,000 و20,000، 500,000 و20,000. قلنا 520,000، نزلناه على طول مكان اللي هو ده. ماشي؟ فموضوع المربعات ده بيساعدك كتير أنت تجمع الحاجات اللي زي بعضها وتحطها في المربع بتاعك. وزي كده الرقم اللي أنت حاطته في المربع أقل من رقمين، فأنت بتزود التالت بصفر، زي ما حصل في حالة 80 زائد 5. قلنا 80 و5 85، فحطيناها في المربع بتاعه. حطينا إيه؟ وحطينا بعد كده الزيرو، لأن 85 رقمين أنا محتاج الرقم التالت، فالرقم التالت حطينا زيرو. تمام كده يا أصدقائي؟ واضح كده؟ تمام. ده يا أصدقائي الجزء الخامس والسادس من التدريبات.
وهنا بيتكلم على ان هو بيطلب ان احنا نحلل، جايب لنا اعداد في صيغ مختلفة، مرة صيغة قياسية في رقم 5، ومرة صيغة زي ما احنا شايفين كده صيغة لفظية في رقم 6. وبيطلب مننا احنا رقم 5 بيقول لي حلل العدد التالي باستخدام الصيغة الممتدة. الصيغة الممتدة عبارة عن ايه اللي احنا قلنا عليها؟ خد بالك، 85 مليون زائد 520,000 و35. طب احنا هنا في الصيغة الممتدة كنا بنعمل ايه ببساطة؟ بنقول والله دي عشرات الملايين تبقى 80 مليون، 80 مليون زائد 5 مليون زائد 500,000 زائد 20,000 زائد 30 زائد 5. مش كنا بنعمل كده؟ تعال نكتبها طيب ببساطة كده عشان ندرب نفسنا عليها. احنا كنا عملنا حاجة مشابهة ليها من شوية، فتعال نعمل دي، يبقى شكل من الأشكال برضو التدريب لينا. ماشي؟ طيب هنكتب هنا 80 مليون، التمانية دي تبقى عبارة عن ايه في عشرات الملايين، بتبقى 80 مليون، 80 مليون زائد 5 مليون، 5 مليون صح، زائد الخمسة دي تبقى ايه؟ تبقى الخمسة دي 500,000، تبقى 500,000. ماشي، زائد هنا في 20,000، يبقى دي 20,000 زائد 35، تبقى 30 و5 صح، 30 زائد 5. تمام كده يا شباب؟ احنا كده حولنا أو حللنا الرقم ده من الصيغة اللي هو القياسية اللي محطوط عليها إلى إيه؟ إلى الصيغة الممتدة زي ما الراجل عايز، زي ما احنا شايفين. عملية سهلة. التمانية دي 80 مليون، حطيناها 80 مليون. الخمسة دي تمثل 5 مليون، حطيناها 5 مليون. الخمسة اللي بعدها دي 500,000، حطيناها 500,000. الاتنين اللي بعدها دي 20,000، حطيناها 20,000. هنا طبعا زيرو، مفيش حاجة في الألفات، مفيش حاجة هنا برضو في الميات. في 30، التلاتة دي 30 نزل 30، في الخمسة نزل زي ما هي. تمام كده يا شباب؟ العملية واضحة تصور وبسيطة، مفيهاش مشاكل إن شاء الله. طب تعالوا نشوف الجزء اللي بعديه. الجزء اللي بعديه ماشي، نمسح بقى الحاجات دي عشان نشوف الجزء اللي بعديها. يقول لك ايه؟ حلل العدد التالي باستخدام الصيغة التحليلية. طبعا احنا خدنا الصيغة التحليلية واشتغلنا عليها، وخدنا حتى عليها تمرين قبل كده. 7 مليار و160 مليون و420,000 و700. 7 مليار دي يعني 7 في 1 مليار صح؟ ادي 7 في 1 مليار. المليار اللي هو عبارة عن ايه؟ 1 وجنبيه 9 اصفار صح؟ تمام، زائد 7 مليار و160 مليون، يبقى في 100 مليون. 100 مليون يعني 1 في 100 مليون، يبقى 1 صح في 100 مليون. تمام كده، زائد قالك 160 مليون، يبقى كمان عندنا 60 مليون. ال60 مليون اللي بيكتبوا ازاي؟ 6 في 10 مليون صح؟ 60 عبارة عن 6 في 10، يبقى 6 في 10 مليون زائد 6 في 10 مليون. مظبوط كده؟ يبقى كده خدنا ايه؟ خدنا كده 160 مليون عبارة عن 1 في 100 مليون صح؟ زائد 6 في 10 مليون. 6 في 10 مليون ب60 مليون، 1 في 100 ب 100 مليون، يبقى دول 160 مليون. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا من الجزء بتاع الملايين. 160 مليون خلاص، الباقي 420,000. 420,000 يعني 400,000 و20,000 صح؟ 400,000 اللي هم عبارة عن ايه؟ 4 في 100,000 في 100,000 صح؟ 420,000. خلاص كده 400,000 زائد 20,000 زائد
زائد 20,000. 20,000 نكتبها ازاي؟ 2. نكتبها ازاي؟ 2 في 10,000 صح؟ 2 في 10,000 مظبوط كده. يبقى احنا خلصنا ايه؟ خلصنا 420,000. خدنا 400,000، 4 في 100,000، ادي 4 في 100,000، وال20,000 2 في 10,000. 2 في 10,000 زائد 700. 700 اللي هي عبارة عن ايه؟ 7 في 100 زائد 7 في 100. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده خدناها حاجة حاجة. أول حاجة 7 مليار، أخدنا 7 مضروبة في مليار، 7 في 1 مليار. بعد كده 160 مليون، خدنا 100 مليون، خدنا في الأول 100 مليون زائد 60 مليون. ال 100 مليون عبارة عن 1 في 100 مليون، 1 في 100 مليون ب 100 مليون. وال 60 مليون عبارة عن إيه؟ 6 في 10 مليون، أدي 6 في 10 مليون. يبقى كده خلصنا من الملايين. جينا على الألفات، 420,000. 400,000 لوحدها و20,000 لوحدها. 400,000 اللي هي إيه؟ 4 في 100,000 خلاص. وال20,000 2 في 10,000. خلاص كده خلصنا الألفات. و700، 700 اللي هي عبارة عن إيه؟ 7 في 100. يعني الموضوع زي ما انتم شايفين كده موضوع بسيط. أنا باخدها حتة حتة وأنفذها. كل كلمة بقراها بإيه؟ بحط ما يقابلها، بحط الإيه؟ الترجمة بتاعتها. والموضوع ماشي بسيط وسهل. ممكن يعني انت تتلخبط شوية، بس انت لو ركزت في الرقم بتاع الملايين هتجيبه. 160 مليون، يبقى حط ال 100 مليون لوحدها وال 60 مليون لوحدهم. ال 60 مليون عبارة عن ايه؟ 6 في 10 مليون. نفس القصة 420,000، يبقى 400,000 لوحدها، 4 في 100,000. ال 20,000 عبارة عن ايه؟ 2 في 10,000. يبقى طول ما انا ماشي كده بقعد افسر كل كلمة واكتبها. ماشي يا شباب؟ تمام كده؟ تمام. ده يا أصدقائي الجزء الأخير من التمرين على الدرس الثالث والرابع، رقم 7. وراجل كاتب لك للمتفوقين. تعال نشوف المسألة بتاعت المتفوقين دي. اكتب عددين كل منهما مكون من 9 أرقام والفرق بينهما 5 ملايين أو 5 مليون. طب إيه الرقم اللي ممكن يكون مكون من 9 أرقام؟ إحنا قلنا المليار بيبقى مكون من 10 أرقام، واحد وجنبها 9 أصفار. إذا الرقم اللي مكون من 9 أرقام عبارة عن إيه؟ زي حاجة زي 100 مليون صح؟ يبقى ممكن نحط 100 مليون. أسهل حاجة نحط إيه؟ 100 مليون. أول رقم عبارة عن إيه؟ 100 مليون. 1 0 0 0. وبعد كده مليون 0 0 0 0 0 0. يبقى ده إيه؟ ده رقم مكون من إيه؟ من 9 أرقام. ده عدد مكون من 9 أرقام. هو عايز إيه؟ عايز عدد تاني بس يكون الفرق بينهم كام؟ يكون الفرق بينهم 5 مليون. مش أنا كتبت هنا 100 مليون؟ والمليون ال 100 مليون دول عبارة عن إيه؟ 9 أرقام صح؟ طب لو أنا كتبت رقم زي 105 مليون، مش يبقى في هذه الحالة الفرق بينهم 5 مليون؟ لو أنا كتبت كده 105 وحطيت بعد كده 6 أصفار، 0 0 0 فاصلة 0 0 0، يبقى ده 100 مليون وده 105 مليون. ظبط الصفر ده ماشي تمام كده. يبقى ده مكون من 9 أرقام وده مكون من 9 أرقام، وده 100 مليون وده 105 مليون. يبقى الفرق بينهم كام؟ يبقى الفرق بينهم لو انا طرحت يبقى 5 مليون. صح كده يا شباب؟ مسألة في منتهى البساطة، بس عايز واحد بس يركز ويفهم. أول ما تركز وتفهم هتلاقي العملية في منتهى السهولة. فبقول لك هات لي عددين كل واحد مكون من 9 أرقام. جبت له أول عدد مكون من 9 أرقام عبارة عن 100 مليون، وجبت له العدد الثاني أزيد منه ب5 مليون، واحد 100 مليون واحد 105 مليون، وبالتالي الفرق بينهم 5 مليون. يعني الواحد لما يقرا المسألة كده أول مرة يحس إنها معقدة، لكن لما يركز فيها يحس إنها بسيطة جدا وسهلة جدا وممكن أي حد يحلها. تمام كده يا شباب؟ تمام. ده كده الجزء الأخير من التمارين بتاع درس 3 و4، وبكده يبقى خلصنا التمارين الخاصة بالدرسين دول. تمام كده؟ تمام. بكده يا أصدقائي نكون انتهينا من التمارين والتدريبات على الدرس الثالث والدرس الرابع. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا،
بشكركم على تواجدكم معانا، وبتمنى ان انتوا تبقوا موجودين معانا على طول. وبحب افكر كل اصدقائي اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك دلوقتي حالا، ويروح يدوس على اللايك وزر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات وكل الدروس اللي احنا بننزلها بشكل مستمر. شكرا لكم، والى اللقاء في الدرس القادم.